السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الجمال وصباح السعادة. يا رب كده يبقى يومكم جميل. النهاردة بقى انا هعمل معاكم احلى خروجة. قلت بقى مش كل شوية روتين وكل شوية مطبخ وكل شوية اكل، لازم نخرج. نزلت انا وبنتي ورحنا بقى، نزلنا كده، ده شارع الهانوفيل الرئيسي. تمام، نزلنا رحنا البطاش شهر العسل. عايزة اقول لكم، المكان اللي انا هوديه لكم النهارده ده تحفه جدا. انتوا لو رحتوا فيه هتحسوا ان انتوا مش هتصدقوا ان المكان ده في اسكندريه. طبعا الدخله دي شاطئ عجميستا دي، في دخلة اكسجين وفي دخلة شاطئ عجميستا. بتخشي في شاطئ عجميستا، بتمشي بقى للاخر كده لغاية لما توصلي للبوابة دي. احنا هنا فين يا جماعة وداخلين فين؟ والمكان ده مش هتصدقوا ان هو موجود في البتوش. احنا هنا في نادي قوات المسلحة. عايزة اقول لكم تحفة جدا، مكان روعة جدا، ارتياح نفسي. وعايزة اقول لكم يعني كفاية القعدة. انتوا مش هتصدقوا انه فعلا النادي ده موجود في اسكندريه. في كتير ما يعرفوش المكان ده، بس برضو طبعا سكان اللي هم العجمي يا ابو يوسف الكلام دوت عارفين طبعا الموضوع دوت. هنا دخلنا النادي. بصوا القاعات دي قاعات على الشمال، دي قاعات تبع القوات المسلحه، بس ممكن ان اي حد يعمل فيها افراح عادي. بصوا المكان عامل ازاي. عايزه اقول لكم المكان تحفه جدا وخطير. بصوا انا كده كنت لسه بعد ما دخلت من البوابه الرئيسيه. انا هنا رايحه فين النهارده؟ رايحه مع بنت اختي، عندها تدريب في النادي ده، تدريب سباحه. فطبعا بروح انا واختي واقعد معاها اللي هي عزه فهمي واسرار المطبخ زي ما انتم عارفين. بصوا منظر الخضره، بصوا المنظر عامل ازاي، يعني حاجه كده تحفه قوي 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 قوي. بصوا بجد كمية راحة نفسية في المكان. انتوا هتيجوا مش هتصدقوا ان المكان ده في البطوش. عايزة اقول لكم راحة 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 نفسية جميلة جدا جدا. هتيجوا المكان ده هيعجبكم جدا جدا. بدل بقى ما تروحوا بقى الساحل والكلام، لا 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 لا. والله هنا كمية راحة نفسية تحفة تحفة تحفة. المكان جميل وهادي ومريح للأعصاب. بجد هيعجبكم قوي قوي قوي. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا المكان وكل تفاصيله. بصوا يا جماعه، بصوا الجمال. بصوا كل دي بقى ايه، اماكن ممكن تحجزوا فيها ان انتوا بقى تيجوا. ممكن في اليوم تقضوا يومين ثلاثه، مش شرط يعني يبقى فتره، بالاسبوع. عايزه اقول لكم اماكن روعه جدا. ليه ما نتمتعش ببلدنا طالما الاماكن دي فيها؟ بصوا كمان هنا في ايه، هنا في مكان مخصص للاطفال، يعني ملاهي للاطفال. عايزه اقول لكم طبعا امان، مفيش اي حاجه. المكان ده امان عشان مقفول وهيعجبكم جدا. بصوا هنا البسين بقى، وبصوا بقى منظر البحر. هنا في من النادي ده في شاطئ وفي بسين. طبعا البسين بيبقى لغايه الساعه 6، والبحر برضو ايه لغايه الساعه 7. عايزه اقول لكم حلو جدا. طبعا بتدفعوا تيكت بره على البوابه وتيكت للبسين. بس لو انتوا مشتركين في النادي طبعا مفيش، انتوا بتخشوا بالكارنيه. تمام. بصوا منظر البحر. عايزه اقول لكم يعني كميه راحه نفسيه تحفه جدا. المكان ده موجود في شهر العسل، هيعجبكم قوي 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 قوي. بجد تحفه. بصوا احنا طبعا قعدنا على البسين، انا باجي مع اختي علشان خاطر بنتها بتحضر تدريب السباحه بتاعها. بنروح طبعا، بنقعد نغير جو بقى، ننسى الهموم، بنفك عن نفسنا ونطلع بره البيت شويه ونشوف بقى نفسنا، يعني بمعنى اصح مش كل حاجه روتين واكل والكلام ده. بصوا هنا كانوا بيتدربوا قبل ما ينزلوا البسين عشان ينزلوا يعملوا التمرينات بتاعتهم. عايزه اقول لكم اصلا مكان كويس جدا وشيك ومحترم والمعامله كويسه قوي. بصوا كمان كانوا هنا نزلوا البسين. طبعا بنت اختي مشتركه في النادي ما شاء الله عليها، المدربين كويسين قوي. المكان ده هتحبوه جدا، يعني كفايه المعامله وكل حاجه وامان جدا. بصوا طبعا هنا كانوا المدربه بقى بتدربهم في التمرين بتاعهم. طبعا احنا قاعدين على البسين، بنفضل قاعدين بقى لغايه اما تخلص هي وقت التمرين بتاعها. بعد كده بقى بننزل، نبدا بقى ان احنا ننزل نقعد تحت بقى على البحر، نقعد في الجنينه لغايه لما نزهق. بصوا احنا كده كنا خلصنا خلاص اهو هننزلوا بقى. قعدنا شويه طبعا، وممكن تقعدوا لحد الساعه 2 3 4 زي ما انتوا عايزين بالليل تسهروا. بصوا الكافيهات، طبعا كافيهات بقى كل حاجه واغاني ومكان فيه راحه نفسيه جميله جدا. انا حبيت اشارككم اليوم عشان تشوفوا المكان. بصوا كده بقى خلاص احنا بعد ما قعدنا بقى كمان كنا خارجين. طبعا قاعات الافراح كانت شغاله بقى، ومش قادره اقول لكم يعني اغاني وكميه حاجات تحفه جدا.
قلت بقى نطلع بره شويه، بره الروتينات وكده. طبعا المكان ان شاء الله لو رحتوه هيعجبكم، انا حبيت المكان عشان عجبني قلت لازم اوريه لكم. بصوا بعد ما خلصنا بقى احنا كده كنا طالعين. ده يا جماعه زي ما قلت لكم نادي القوات المسلحه في اسكندريه العجمي، شهر العسل. عايزه اقول لكم تحفه جدا وهيعجبكم وعن تجربه. روحوا وجربوا وفكوا عن نفسكم، ارموا الهموم ورا ظهركم وروحوا قضوا يوم جميل كده عشان تبقى ايامكم حلوه وجميله وكلها سعاده. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونوش بقى في اللايك والاشتراك في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.